اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا احسن متابعين في الدنيا، عاملين ايه؟ النهارده معانا كيلو وربع لحمه كده، وحطينا كمان ربع كيلو دهنه. ماشي، على الكيلو وربع، يعني حطينا كيلو وربع لحمه حمراء وحطينا عليه ربع كيلو دهنه. ماشي، معايا دلوقتي بصلايه واربع فصوص من الثوم وقرن فلفل احمر، وفرمناهم في الكبه كده ونزلنا بايه، وصفينا منهم الميه وحطينا البصل والثوم والفلفل الاحمر على بعض كده، وحطينا اللحمه عليهم ونزلنا باللحمه عليهم كده مع الدهنه. ونحط دلوقتي البهارات: فلفل اسمر، حطينا كمون، حطينا كزبره، حطينا بابريكا، حطينا بهارات كفته. ماشي، ورحنا جايين يا جماعه حطينا معلقتين من نشا ومعلقه من الفيجيتار ومعلقه من السبع بهار. ماشي، وهنمسك الكلام ده كله نروح ننزل عليه بقى. بص، لو عايزه تضربيه في الكبه اضربيه، مش عايزه انزلي بايدك كده ودنك، اعملي فيه لغايه ما يطلع معاكي خيوط في اللحمه كده بالشكل ده. وحطينا ربطه من ورق البقدونس، ربطه صغيره كده من ورق البقدونس، وحطيناها بقى ونزلنا عليها. بصوا، بكل جهدك كده وانزلي، مش فيك جهد حطيها في قلب الكبة وفرميها مرة واتنين وتلاتة لغاية ما تطلع خيوط معاكي. كنت كده نسيت معلقتين النشا، كنت حطيتهم بالشكل الجميل دوت. ونروح ماسكينهم بقى، هنركنهم كده نص ساعة، وهنيجي بالمية بتاعت البصل والثوم اللي احنا صفيناها، بنحط عليها حبة زيت ومعلقة خل. ماشي، وبنمسك عصيان الشيش كده، او طبعا لو عندك سياخ ماشي، بتروحي عيصاها كده وتعصي ايدك من الدقة الجميلة دي اللي بتخلي ريحة الكفتة بتوديها في حتة تانية. والله الخلطة دي بتودي الكفتة معاكي في حتة تانية. ونروح ماسكينها مصبعينها بالشكل الجميل دوت اهو. تمسكي حتة كده تلفيها الاول على ايدك اهيت كده، وادام انتي عملتيها كويس وطلعتي منها الانسجه بتاعت اللحمه، هتلف معاكي على السيخ كويس ومش هتفك، ما تقلقيش، بالشكل الجميل دوت. طبعا هنعمل الكميه كلها بالطريقه دي، شايفين الكميه كلها هنخلصها ونعملها بالطريقه الجميله ديت. كان النهارده معانا احلى غدا، وكنا بقى ايه قلبين الحاتي عندنا في البيت. تعالوا كده بعد ما خلصناها، طبعا مش كانت كلها، يعني كان معايا تاني اهوت، بس طبعا عملت على قد الناس اللي موجودة. وكنا برضه بنعمل اكل تاني، خليكم مفاجآت معانا كده في الاكل. شايفين بعد ما حطيناها في الفرن كنا حاطين مية في قلب الصينية كده بتغلي، وحطيناها وخدت لون معانا بسم الله ما شاء الله، جميل جميل. وعملنا كبدة كده وقلينا بطاطس وعملنا سلطة طماطم وسلطة الطحينة، والكفتة بتاعتنا كانت تحفة تحفة تحفة. والله اللي كلها كله فكر ان هي كانت معمولة على الفحم، لكن صراحة كان طعمها جنان جنان جنان. ايه رأيكم في الاكل بتاع النهاردة؟ ولو رحت جبت السندوتش دوت هتجيبيه بكام من الحاتي؟ وشوف الأكلة بتاعتنا دي بسم الله ما شاء الله، كان كده سفرة ومائدة كانت جميلة جميلة جميلة. ويا رب يبقى الفيديو عجبكم، مش تنسوا اللايك وسبسكرايب.